هو ايه الفرق بين الترباية الوحشة والبانيك؟ لا، ده فرق كبير. البانيك دايما بيجي الاشخاص بيبقى مش متناولين اي عقاقير، هم ماشيين في الطبيعي بتاعهم وفجأة وبدون اي مسببات. وفي كلمة مسببات هنا نقول بقى الترباية هو واخد حاجة منشطة، فممكن تعملوا ضربات قلب سريعة، تعملوا نهجان، ممكن تعملوا شوية هلاوس، ممكن تجيب شويه افكار غلط، ممكن تجيب له نوع من انواع الهياج. فكأن المنظر ده ان هو خايف من اللي هو بيعمله او خايف من اللي هو بيشوفه مش في الحقيقه او بيسمعه مش في الحقيقه، فكأنه عامل زي ما يكون بانيك. خلي بالك ان احنا عندنا في العاميه بندي اسامي الحاجات مش في مكانها الصح. هو بانيك، هو ما بانيكش، هو دخل في تأثير توكسيسيتي، تسمم من اللي هو واخده، غير البانيك جايه لوحدها. يعني حضرتك يا دكتور عايز تقولي لي ان البانيك نتيجة لسبب خارجي؟ لا، البانيك ما يجيش من سبب خارجي. البانيك كله عباره عن ان انا جسمي تفاعل في وقت معين، ضربات قلب ونهجان واحساس ذهني بان انا هيجرى لي حاجه، انا لازم اهرب من هنا بسرعه. على فكره البانيك ما بيموتش، هو اللي بيلخبطه ان هو ممكن هو قايم يجري الكعب اللي يقع يتعور، ممكن يلبس في ازاز. ياما شفنا ناس عشان تطلع تجري خبطت في الازاز من كتر ما هي خايفه ومرعوبه وعايزه تبقى مع حد. فالبانيك ما يجيش لاسباب خارجيه، يعني البانيك سبب داخلي، ملوش سبب. الترباية هي اللي سبب خارجي. ما نقدرش نقول داخلي وخارجي قوي، نقول ان هو واحد له سبب، ببقى عارفه ان انا عرضه لما اخد ماتيريال او دراجز معينه، انا عرضه انها تعدي حلوه قوي حلواني كده، وممكن ادخل في تربايه سيئه، لان انا حطيت نفسي تحت الامبريلا، تحت المظله بتاعت اني باخد دراجز، حاجه ستيمولنت، حاجه مثيره، فاي حاجه من بره. لكن البانيك مفيش حاجه حصلت، هي كده. حاجة تانية انه مع الترباية انا متعاطي لشيء ومتعاطيه بشكل مش سليم، فعشان كده داخل في شبه تسمم عشان اشوف واسمع وامر بحاجات ويحصل عندي تغيرات فسيولوجية لها علاقة بضربات قلبي، بنهجاني، عضلاتي بتوجعني، عضلات، خايف، قلقان. الناحية التانية ده واحد ماشي جنب الحيط. لكن اعقدها لك زيادة. ممكن شخص يكون ما عندوش بانيك اتاك، ما بيجيلوش بالمواصفات بتاعتها، لكن لما اخد ادوية، الادوية دي فيها خصائص معينة، تعاطى بمعنى اصح، مش ادوية طبية، تعاطي، والخصائص بتاعتها انها ممكن تزود نشاط الجهاز السمباثاوي. فلما السمباثاوي يزيد يحصل ايه؟ يجي لي اعراض مشابهه للبانيك، فنقول ان البانيك ده مش اصلي، البانيك ده جاي من التعاطي. في عندنا حاجات كده هنسمعها مع بعض كتير، اصلي ولا تايواني، اصلي ولا شبيه، هتبقى هنا تربايه شبيهه. احنا لو بنتكلم على مثلا الناس اللي بيتعانوا من الضغط وضغطهم مش منضبط، شويه يعلى وشويه يقل، ودول مرضى ضغط معروفين طول حياتهم، لو اللي حصل ان الضغط عالي ممكن يكون الشخص متوتر فيجيله توتر زياده، لكن ما اقدرش اقول ان دي نوبه هلع. نوبه الهلع عشان نبقى عارفين احنا كدكاتره لازم يكون لها مواصفات معينه عشان اقول انها نوبه هلع، انما لو هي المواصفات دي مش فيها هدور على اللي عنده ده سببه ايه. سببه انه واخد ماده، الماده دي ذات طابع بيثير الجسم، بيثير الاعضاء بتاعته، فيبتدي بقى مخه يطلع حاجات تزود له القلق وتزود له التوتر، يعمل له ضربات قلب. فلو جاله شبيهه او يعني نفس الصوره بتاعت البانيك ما اقدرش اقول ده بانيك، ده جاي بسبب ان هو خد الماده دي. لو جاي له بسبب انه عنده ضغط، عنده سكر، عنده تليف، يبقى بسبب ان هو كده. احنا عندنا في الطب المرض ده نتيجه يا اما تعاطي، يا اما امراض نفسيه اخرى او امراض عضويه اخرى، او نتيجه حاله يعني تسمم من الادويه. انما النفسي لازم يكون ايه بقى كله الناحيه الثانيه ايه، فل مفيش حاجه. يعني حضرتك عايزة تفهميني ان الترباية بتبقى بسبب طبعا، والبانيك بيبقى من غير سبب. وعشان كده اهم ما يميز البانيك ايه؟ فجأة وانكسبكتد، غير متوقعة، تكون بتحصل واحنا قاعدين على اوضه السفره في وسط عيلتي في العيد، بناكل كحك ومبسوطين، بناكل فسيخ ورنجه، تك تروح جايه. ممكن تجيلي في الشغل اللي انا بشتغل فيه بقالي 14 سنه، هو مكتبي وهو الناس اللي حواليا وهي نفس الضغوطات وهي نفس كل حاجه، بس فجأة. عشان كده دايما البانيك ده فجأة وغير متوقع. عشان لو حد جه قال لي اصل انا عندي امتحان فجالي بانيك اقول له دي بانيك بتاعت حبايبك، لكن البانيك بتاعتنا احنا الدكاتره مش عشان عندك امتحان. انت بديهي لو عندك امتحان لازم تكون قلقان. القلق اللي بيعلى وبيوطى بنختلف فيه مع بعض، اللي مذاكر قلقان واللي مش مذاكر قلقان، ده عنده حاجات تقلقه وده عنده حاجات تقلقه. لكن طالما اني عندي سبب، رايحه انترفيو، عندي امتحان، مستنيه بنتي تولد، ابني هيتجوز واحده مش على مزاجي، فممكن ابقى قلقان، ده عادي. القلق يبقى موجود. عارف لو بنرسم كيرفات نلاقي ان القلق بيبقى عليت وماشيه ثابته طول الوقت. البانيك عامل زي بالظبط بتوع هندسه الكهرباء هيفهموني، اكشن بوتنشال، طلع فوق نزل، ما كانش في اي مبررات قبليه، مفيش اي اسباب ليه، مفيش اي حاجه خالص، تك. حتى انا دايما اقول للعيانين لا
خبطتك حيث لا تدري لقيتيها موجوده. لكن لو ما ناخد انا لو شربت قهوه كتير متوقع ان يجي لي شويه توتر وايديا ترعش واحس بضربات قلبي وممكن اخش في بانيك وهي قهوه. لكن انا هنا لو جت هيبقى بسبب ان انا باخد قهوه كتير. عشان كده لما بيروحوا الاستقبال الناس اللي عندهم بانيك يتسالوا اسئله محدده: انت واخد ادويه؟ انت بتشرب قهوه كتير؟ انت بتاخد مشروبات غازيه غامقه اللون كتير؟ الحاجات دي كلها فيها كافيين كتير ممكن يزود الانكزايتي، يزقني يجيني في بانيك لو انا عندي استعداد وراثي للبانيك. لو اخويا بقى واختي قاعدين بيشربوا معايا مج بمج كوبايه بكوبايه، هم ما عندهمش الاستعداد الوراثي للبانيك، انا اللي عندي. عشان كده راح ايه، هم عدوا انا اللي جالي بانيك. فالبانيك بيبقى بنسبة كبيرة بيبقى وراثة. لا هو كل حاجه وراثه، لو وراثه كل حاجه وراثه، بس احنا عندنا في الطب النفسي الوراثه بتبقى الاستعداد ان يجي لي حاجه، لكن مش بالضروره يجي لي. ولو انت بقى عرفت ان فيه element او في مؤثر وراثي، امشي جنب الحيط يا حلو، ما تروحش تقعد كده حلو وتخش في تريباي. معنى كده اني لازم ابقى اكثر حرصا على صحتي، اكثر حرصا ان انا ما اخشش في حاجه تضايقني او تتعبني او تسبب لي ان انا اخد ادويه كتير.